من أجل استغلال أمثل للطاقات المتجددة الواعدة ببلادنا تمت الاستعانة بالطاقة الشمسية لتشغيل مضخة الاستخراج الماء في واحدة من التجارب الرائدة وطنيا ودوليا من منطقة عين صفا بضواحي وجدة. نتعرف على هذه التجربة في روبورتاج وفاء اليعقوبي، عبد الحفيظ القادري ورشيد العتابي. هنا بعين صفاه ضواحي مدينة وجدة أقيم هذا المشروع الأول من نوعه على الصعيد الوطني والمتمثل في استخراج الماء باستغلال الطاقة الشمسية. مشروع يمكن حاليا من استخراج 450 مترا مكعبا من الماء يوميا من عمق يتجاوز 150 مترا، بالإضافة إلى إنتاج طاقة كهربائية تصل إلى 29 كيلووات يتم استغلالها أيضا في إنارة البيوت إلى جانب ضخ المياه. هذه المنطقة بطبيعتها كتعرف نسبة ديال التساقطات قليلة، إذن هذا المشروع بحد ذاته يعني عطى واحد الانطلاقة كبيرة لهذه المنطقة، وحتى الفلاحة دابا يعني يقدروا يستافدوا من هذه التقنية الجديدة اللي كانت في الأول كانت كتعطي واحد الكمية ديال الماء يعني قليلة. هذا الشيء ديال المضخات ديال الطاقة الشمسية، إلا أن في هذه السنين الأخيرة طورت بشكل ملحوظ. يمكن استخراج المياه من عمق 120 متر بالمضخة الأولى بصبيب 12 لتر في الثانية، والمضخة الثانية ممكن نسقوا بها أكثر من 20 هكتار على حسب نوعية المحصول. هي ممكن تعطينا واحد الصبيب ديال 600 متر مكعب باغجو. المشروع وبالإضافة إلى نجاعته ومردوديته يساهم في الاقتصاد في تكاليف الإنتاج والمحافظة على البيئة. التكلفة باش الواحد يجيب يدخل الكهرباء اللي عنده راه تكلفة كبيرة بزاف، وهذا الشيء راه يعني صعيب على الفلاحه، وكنا كنخدموا غير بالغازوال وهذاك الشيء، والحمد لله اليوم امور راها مزيانه ونقيه. للإشارة فهذا المشروع يمكن حاليا من سقي حوالي 40 هكتارا من الأراضي الزراعية في هذه المنطقة التي تتميز بضعف وعدم انتظام التساقطات المطرية.